للناس اللي بتتفرج علينا، فاللي يقولوا كابتن ايمن النهارده على زيزو لو اتعكس بكره والاهلي جاب مثلا قفشه القدرات انا بس هقول حاجه واحده بس انا هقول حاجه واحده. انت الانديه في مصر مش انديه محترفه، وفي نادي واحد بيمتلك كل القدرات الماليه اللي بيتعامل بيها، اللي هو مين؟ اللي هو النادي الاهلي. ماشي. فبالطبيعي جدا اي لعيب عايز يمد ايده ياخده بيمد ايده. طب ما دي ممكن تكون شطاره منه ان هو قادر يجيب لنفسه موارد، جايب فلوس. شطاره لما تبقى الانديه كلها على نفس القدرات، والانديه كلها بتبقى بنفس الموارد، والانديه كلها بنفس الدخل، هو ده اللي نقدر نتكلم فيه. لكن لما تختلف من نادي مديون، الناس جوه نادي الزمالك صارفين 365 مليون ومديونين، فمش قادرين يحتفظوا بزيزو. طيب ماشي كابتن علاء، رايك ايه؟ لا انا ليا راي وسريع كده. يلا. ما احنا عايزين السرعه والنبي في عشان عندنا موضوع كتير. ما فيش فرقه يعني بتقف على لعيب. ممكن تتاثر بس لكن ما يحصلش ان الفرقه تبقى تعبانه خالص كده. يعني انت مع كابتن ايمن ان اي نادي ياخد من اي نادي؟ طبعا دي حاجه ما تعبش حد. وانا عندي كلمه، ما فيش لعيب بيأثر في فرقه خالص مهما كان. طيب اتفضل. انا بص النقطه يا ابراهيم ان اللوائح بتسمح بكده طبعا، ان انت ممكن اي نادي او اي لعيب عقده ينتهي في 6 شهور. اللوائح بتقول ايه؟ انا همشي معاك لائحيا بدون اي الوان. لائحيا بتقول ان انت المفروض في خلال ال6 شهور لو انت هيبقى في تفاوض مع لاعب، انا ببلغ النادي ان انا هتفاوض مع هذا اللاعب. ماشي. انت دلوقتي ضامن 100% ان زيزو يروح نادي الاهلي؟ لا، لم يتم الاعلان. انا بكلمك عن المصادر، انا كراجل اعلامي وصحفي. لا ما هو السؤال ما ينفعش على زيزو ابراهيم. ما انا بتكلم في لا فضل بيتكلم صح. ماشي. السؤال ينفع بشكل عام. احنا بشكل عام الاهلي اخذ من الزمالك او الزمالك اخذ من الاهلي بشكل عام. ماشي. لان لغايه دلوقتي فضل بقى يكمل. ماشي اتفضل. كلام ميدو صح. هقول لك ليه. ان في ناس كلامنا هتفهمه بطريقه غلط، وكل واحد حسب عاطفته خلاص. يبقى انت مع ان الاهلي ياخد من الزمالك والزمالك ياخد من الاهلي، اللي الاشطر ياخد زي ما هو عايز يعني. يعني ايه لائحيا؟ يعني انا حضرتك اللائحه بتقول ايه؟ بتقول ان انا 6 شهور الاخيره دي حمايه للاعب، ولكن انا دوري ان انا لازم ابلغ النادي بتاعه ان انا هتفاوض معاه. تمام بالظبط. الحته بقى دي بقى في زيزو، احنا قاعدين بنقول انت ليك مصادر وكل حد عارف ومصر كلها عارفه ان هو راح النادي الاهلي، الناس كلها بتقول كده. بس هل في حاجه انت تقدر تمسكها رسمي؟ لا. خلاص يبقى مش هينفع على زيزو. خش برجالتك يا فرج. لا انا بقول لك بشكل عام صح يا ميدو. ماشي. ما انا بقول لك بشكل عام. بشكل عام من حق اي نادي ان هو يمضي اي لعيب. حلو. من حقه. انا راجل النهارده جات لي اوبورتيونيتي او فرصه ان انا لعيب اقدر ان انا اجيبه لعيب كويس واضعف المنافس. اضعف المنافس. تمام. واي حد يفهم الجمهور اي حاجه في الكوره غير كده يبقى مش مظبوط. فالموضوع بشكل عام مش على زيزو، لان حتى الان صح كلامك مظبوط. انا اسف بس ميدو كان ليه تجربه كان قالها قبل كده في بودكاست على موضوع ابراهيم سعيد. ما انا مش بقولها تهريج، انا بقولها بجد فعلا. ايوه لما هو كان قال قبل كده ان انا حاولت اجيب ابراهيم سعيد من الاهلي للزمالك. لا موضوع ابراهيم موضوع ابراهيم كانت قصه مختلفه. بتكلم يا ميدو ان الناس تبقى فاهمه ان هي مش الوان، احنا بنتكلم لائحيا. ماشي. طيب اتفضل ميدو كمل. يعني من حق انا بتفق يعني من حق اي نادي ان هو لو جاله فرصه ان هو يجيب لعيب محتاجه وفي نفس الوقت هيضعف المنافس المباشر بتاعه ان هو يعمل كده. بس النهارده في لوائح زي ما كابتن ايمن كان بيتكلم ان المفروض يبقى في لوائح بتحكم الانديه. ماشي. لو ثبت على اي نادي انه تفاوض بشكل مباشر حتى، ولازم الناس تفهم القانون، حتى دي قوانين الاتحاد الدولي مش قوانين انا بخترعها، حتى في اخر 6 شهور اللي هي فتره الحمايه بتاعته زي ما فضل قال يجب اختار ناديه بخطاب رسمي. وعلى فكره ده مش هينقص منك كنادي. لازم يعني كابتن علاء عارف وكابتن ايمن عارف كلام مظبوط صح. ده كلام لائحي مظبوط 100%. اختار ناديه.